قررت ان انا اجرب الايس باس، وكنت فاكر ان الموضوع بسيط جدا، بس اللي حصل ما كانش متوقع خالص. Not getting up for another 30 seconds. Relax yourself. It's so painful. Relax. It's in your head. بس قبل ده كله خليني احكي لكم ايه اللي حصل من الاول. انا وريم صاحبتي كنا متحمسين جدا ان احنا نجرب حاجه زي كده. هم الناس اللي قاعدة تحت. هم اللي قاعدين تحت. ما اكدبش عليكم، كنا متوترين شويه، ولكن كنا متحمسين في نفس الوقت ان احنا نجرب حاجه زي كده. ابتدينا الموضوع بجوس، وجربنا مشروبات غريبة جدا، صعبة جدا بصراحة. بتشط على يلا. الرياكشن بتاعها. يلا 1 2 3. You have to, in another words, you have to first like a basic visualization. حرق قوي. Maybe naturalization is not the right word because that's not happening. But there is a sound. هات الأحمر ده كان طعمه منطقي شوية. أي حاجة. الأحمر ده. So you take that test. ولكن كلها عبارة عن فيتامينز وحاجات مفيدة جدا. وبعد كده ابتدينا ان احنا نعمل بريسنج ورك اوت، ان احنا نبتدي نتنفس كويس ونظبط نفسنا ونتعامل ازاي مع نفسنا عشان ما يحصلش بانيك في التجربة. وادانا فكرة عن الموضوع، ولكن ما قالناش الموضوع هيكون احساسه ايه او هتحس بايه في المية. Your choice. Just don't drink too much and pee my ice bath. We laugh. Really got traumatized from that, huh? Wait, who? What? وهو نبه على حاجة مهمة جدا، ودي يمكن الخطأ الفادح اللي انا ارتكبته. The hands and feet are always the ones that hurt the most because when you get cold, the blood shifts. So it shifts from your hands, it shifts from your legs. And this is why a lot of people can't be in ice baths for very long. They're in for a little and then they have to jump out because their feet and their hands hurt. All your blood will go to your vital organs, and this is why you keep your feet and hands out. After 2 minutes, if you feel comfortable, put your feet in, put your arms in. ما تنزلش لا ايدك ولا رجلك في المية غير في الاخر لو حبيت، لان المية ساقعة جدا، فالدم هيتسحب بسرعة من الاطراف، فهتحس بكمية بين مش طبيعية. اللي كان بيديني impression ان الموضوع هيبقى بسيط وسهل جدا، ان الناس كتير جربت قدامنا وعادي وعدت وقعدوا وطولوا وكل حاجة كانت تمام جدا. فعادي، مية ساقعة جدا وهنزل فيها وهطلع عادي، مفيش اي مشكلة في الموضوع. واللي اكد الموضوع ده بالنسبة لي ان ريم نزلت وكانت مبسوطة وطلعت عادي جدا. فجه الدور عليا بقى، الدور عليا يعني I'm ready. I'm so excited for it. وأول ما نزلت حسيت ان الموضوع عادي لذيذ، هقدر اكمل. بس بعد دقيقة حسيت ببين في ركبتي، الجزء بتاع رجلي اللي نازل المية، انما باقي جسمي عادي جدا. Find a way to be comfortable. فقلت يمكن الألم ده من ان انا رافع رجلي، فانا عايز انزل رجلي. فطلبت منه ان انا انزل رجلي، قال لي لو انت مرتاح وعايز تعمل كده اوكي، مع ان هو في الاول قال لنا ما حدش ينزل رجله، بس هو حس ان انا مرتاح، فاوكي نزل رجلي. Can I put my leg down? If you want to.
Slow the breathing. No. Relax. It's in your mind. نزلت رجلي في خلال 30 ثانية حسيت ببين مش طبيعي، كأن حد ماسك سكاكين وبيضرب في رجلك. Yeah. No. You still have 1 minute. Okay. My leg is so painful. Take your legs out. فقررت ان هو هاخد No. Stay. You gotta stay in. You have 30 seconds left. 30 seconds. بس هو موافقش، رفض ان انا اخد، حتى لما حاولت معاه بكل قوة شالني وحطني تاني في المية. You can do it. You're not getting up for another 30 seconds. Relax yourself. It's so painful. Relax. It's in your head. It's in your head. It's about my leg. You keep your legs out. Keep yourself relaxed. Relax your arms. Relax yourself. Relax. Breathe. اللي هو ما حطش قدامي اوبشن تاني غير ان انا استحمل. ولما نزلني تاني بصراحة يعني حسيت ان الموضوع اوكي I can do it. هو كان insisted جدا ان انا I can do it. It's just in my head. لكن انت تقدر تعمل كده. وعملت كده فعلا لما طلعت رجلي والدنيا هدت شوية، حسيت ان انا تمام، انا ممكن اكمل كده عادي، مفيش اي مشكلة. ولما سألته الموضوع هل هو مفيد ولا هي تجربة وعدت. The cold will affect our bodies differently, and this is why I'm always watching everybody and making sure that they're fine. Because everybody can stay in for minimum 3 minutes, but maybe there's somebody who knows what's going on with their body that day. And how you know what's going on? Everything. From their eyes to the nose to the mouth to the tongue to everything. It gives you 6 hours of dopamine. So you get 3 hours and then 3 hours go down. Wow, okay. So if you want to look at it like this, you do cocaine, you get 20 minutes. You do an ice bath, you get 3 hours. 3 hours. And then 3 hours up and 3 hours down. Okay, let's see how it's gonna go. And it helps with the mood. It also helps with just shaking you out of your head. You know, if you're sad or depressed, when you change your state, you change your emotion. And you change the way you look at stuff. So it helps you with solving problems. Yeah, okay. So there's a lot of things into it. وقعدت ادور، لقيت ان الموضوع مفيد بطريقة كبيرة جدا. ولكن من اقوى المعلومات اللي انا فاجئتني شوية هو ان انت لما تعرض جسمك لشوكينج زي الايس باس كده، الاميون سيستم، جهاز المناعة بيبتدي ان هو يقوى. انت بتحفزه كل شوية فبيقوى ويدافع. فده بيساعدك في المستقبل ان انت جهاز المناعة قوي، فيبتدي يتخلص من الامراض اللي ممكن تجيلك او الصعبة او الامراض المزمنة اللي ممكن تجيلك في المستقبل، زي الامراض الهارت ديزيز، امراض القلب وامراض المناعة وامراض الكانسر، الحاجات اللي هي صعبة جدا، السكر، الضغط، الحاجات المزمنة. جسمك ممكن مع ان انت تقوي جهاز المناعة بالحاجات دي ممكن يساعد جدا في ان انت متعرضش لامراض كتير جدا في المستقبل. من ضمن الحاجات اللي انت المفروض بتستفادها من الايس باث ان انت it release الستريس والبين. لو انت عندك ألم في اي حاجة المفروض ده بيشيلولك. انا قلت خلاص يعني طالما انا هموت بقى كده. جسمي تمام فنزل رجلي، ما هو يعني هي لا ما كانتش كده، فوق رجلي اصعب فشخ. ايه ده؟ لا بس كاكسبيرينس لا جامده قوي يعني، كميه ادرينالين. بعد كده انت تبقى فاهم. انا حابب اشكره جدا ان هو يعني اصر ان انا اكمل، لان لما ريم صاحبتي سالته هو ليه ما سبتهوش يطلع، قال لها عشان حاجتين. اول حاجه هيحس ان هو ما قدرش يعمل كده،
ان هو ضعيف والتجربة كانت سيئة جدا. وتاني حاجة ان انا ممكن اكره المية الساقعة طول عمري، ما احبهاش وما احبش ان انا اجرب حاجة زي كده تاني. لكن وانس ان انا حسيت ان انا تمام اوكي with it وقدرت وكملت، خلاص التجربة كانت هتبقى لطيفة بالنسبة لي. وده فعلا دي حقيقة. فانا بشكره على حاجة زي دي. انا عايز اقول بس ان انا حرفيا انا نزلت وانا بقول انا هجيب اخري. فحسيت ان هو خلاص في وقت ما خلاص this is my limit، خلاص يعني مش هقدر اقعد اكتر من كده. بس فكرة ان هو to push me to push me ان انا اكمل تاني، وكملت فعلا. حسيت ان هو الليميتس اللي انت حاططها it's only in your mind، في دماغك انت بس. ولكن آه لما بتكتشف ان انت تقدر تعمل اكتر من كده، تحس ان انت دماغك بتضحك عليك، وان انت الليميتس بتاعتك يعني انت تقدر تعمل اكتر من كده. انت اقوى من كده، ربنا اداك جسد وقوة اكبر من كده، بس عقلك اللي بيضحك عليك بيحاول ان هو لا كفاية كده، انت متقدرش. فافتكر ده دايما، دايما عقلك هيقولك ان ده الليميت بتاعك، ده اخرك. بس دي مش حقيقة، انت تقدر تعمل اكتر من كده. حتى لما تيجي تنزل الجيم وتحس ان هو خلاص دي اخر عدة ومش هقدر اعمل من كده، لا صدقني هتقدر تعمل اكتر من كده. وانا جربت ده فعلا. لما كان زميلي في الجيم ننزل انا وهو نلعب يقول لي لا احنا هنزود وزن، اقول له لا انا بشيل ده بالعافية، انا جايب اخري اصلا فيه. ولما ادخل بالوزن الاعلى الاقي نفسي بجيب، لان انا حاطط ليميتس معينة لنفسي، ولما اجي اصطدم بيها ما بتخطاهاش غير لما حد يعمل لي بوش. فمش لازم تستنى حد يعمل لك بوش، اتعلم ان انت تتخطى الليميتس بتاعتك. انت ربنا مديك قوة مش طبيعية. كان في دوكيومنتري عن اسمه ليميتلس لكريس هومسورث، and بيتكلم على فكرة ان انت how to live long and healthier، تظبط حياتك بالستريس انت تحط جسمك تحت ستريس معين، او المية الساعة والايس باث ممكن يعمل لك ايه، والفوائد بتاعته والامراض اللي بيتخلصك منها. فا I would recommend anyone ان هو يشوف الدوكيومنتري ده. ده من الحاجات اللي شجعتني ان انا اعمل حاجة زي كده. انت بتقاوم جسمك، ما تسيبوش كده يعمل اللي هو عايزه. احنا ما اتخلقناش كده. الإنسان من ساعة ما اتخلق وهو بيعافر ويجري عشان يجيب أكله ويصطاد في ستريس بيعمله. Hi. Heba.